والحمد لله تعلم بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة في القلوب، والحمد لله على ما الله عز وجل من علينا بالأمن والاستقرار كما قلت لكم. هكذا وصف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المملكة التي أسسها أجداده، ولم يجانب سلمان الصواب بذلك الوصف، وحتى لو كان قصده الاسترخاء وليس الاستخراء، فهي مملكة للاسترخاء والاستخراء. فبعد مرور قرابة القرن على تأسيسها، وبرغم مدخولاتها الخيالية من النفط والتي تبلغ قرابة $1,000,000,000 يوميا، إلا أنها لا زالت تستورد العقار العربي والغترة والدشداش من سويسرا واليابان وغيرها من الدول، إذ لم يوظف آل سعود ثروات البلاد النفطية ولا عائدات حج بيت الله الحرام ولا عائدات مناجم الذهب لبناء دولة صناعية ذات قاعدة علمية، بل حولوا البلاد إلى دولة مستهلكة تأكل وتنام وتستخري، بل ووصل بهم الأمر إلى الاستخراء على بعضهم البعض، وكما حصل عبر قرارات فجر يوم الأربعاء الماضي، إذ تم استبعاد كبار رجالات العائلة أمثال مقرن وطلال وأحمد أبناء عبد العزيز، ليحل محلهم شباب طائشون لا خبرة لهم ولا حكمة. سياسات آل سعود الاستخرائية حولت المنطقة إلى ساحة للنزاعات والحروب الداخلية، خدمت عبرها الشركات المصنعة للسلاح، وتركت إسرائيل تعيش عصرها الذهبي مع ضعف ووهن العرب. إنها حقا مملكة الاستخراء على الأمتين العربية والإسلامية، خدمة لاسترخاء أعدائهما. هذه الدولة من وحدها في عهدها الجديد، وهي كما شوف الحمد لله أمر واستقرار، وهي أساس محمد بن سعود.